حيث لم تكن انطلاقتنا متوقعة أو مقبولة، سواء من قبل النظم الاستبدادية الكلاسيكية القرصاتية أي المتبقية من العصور الوسطى، أو من قبل امتداداتها المتجسدة في الدول القومية المنعوتة بالعصرية. هذا هو السبب وراء اتفاق قوى الهيمنة الإمبريالية والدول القومية الإقليمية والكرد المتواطئين على حد سواء حول الإصرار على أن باكك تنظيم إرهابي، فالكردي الحر فردا ومجتمعا كان يفسد كل ما حفظوه عن ظهر قلب ويقلبه رأسا على عقب. وأيديولوجية الفتوحات الإسلامية وأيديولوجيات القوموية الليبرالية كانت قد محت الكردياتية الحرة من دفاترها منذ زمن غابر، واعتبرتها خارج مجرى التاريخ. ما يتم دحضه أساسا وما يجري السعي إلى إصدار الحكم بحقه متجسدا في شخص داخل سجن انفرادي في عرض جزيرة معزولة هو هذه الكردياتية الحرة، وسياسات اليومية المطبقة في سجن إمرالي الانفرادي الذي أبقى فيه بمفردي منذ 9 أعوام هي سياسات ممنهجة، والنظر إليها على أنها سياسات منحصرة بالمعتقلات التركية فحسب يؤدي إلى مغالطات جدية، ويسفر بدوره عن صراعات حادة وعن سيادة العقم السياسي بالنسبة للكرد والترك على حد سواء. لكني أدركت جيدا أن التركياتية عاجزة عن ممارسة الحرب أو السلم باسمها، فالدور الذي أناطته الحداثة الرأسمالية بها هو أن تكون الحارس الأمين والشرطي والدركي الفظ الذي يسعى لجعل شعوب الشرق الأوسط كافة بما فيها الشعب التركي منفتحة على قمع النظام الرأسمالي واستغلاله. فما يهمهم كثيرا هو أن تكون الثقافات الرائجة في تركيا وبلاد الأناضول موثوقة بأغلال متينة سواء داخل أوروبا أم خارجها، فما يطبق هنا ليس كأي سياسة أخرى، إذ يتم تسيير أدق أنواع السياسات والاستراتيجيات وبنسبة عليا من الخفاء والشمولية والتماسك، وبالتالي يمكننا إدراك علاقات تركيا مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بشكل أفضل على ضوء ذلك. حتى هذه الأمور التي سعيت لشرحها إلى الآن تشير إلى أني لن أستطيع تقديم مرافعة قيمة ما لم أتمكن من إدراك الحداثة الرأسمالية والغوص في أعماقها. واضح أن تقديم المرافعة وطرحها اعتمادا على القانون الصرف المجرد لن يكتسب معناها أبدا، فالتناول السياسي والاستراتيجي السطحي لن يستطيع كشف النقاب عن أسباب مواراة سياق مرحلة إعادة المحاكمة، كما أن إدراك إعادة المحاكمة يتسم بأهمية قصوى على صعيد تسليط الضوء على حل الكردياتية الحرة أيضا. وانطلاقة الجمهورية الديمقراطية التي أطلقتها تجاه المحاكمة السورية الجارية في إميرالي، وكذلك الأطروحات الشاملة التي قدمتها في مؤلف من دولة الكهنة السومريين نحو الحضارة الديمقراطية، ومؤلف دفاعا عن شعب فيما يخص دعاوي المرافعة إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، إنما كانت تسعى بمضمونها إلى شرح وتبسيط فهم الديمقراطية الحقة والعدالة الحقة، في حين أن مرافعاتي الأخيرة هذه تهدف إلى التأكيد على ضرورة تحويل الحداثة الرأسمالية إلى قضية إشكالية وتجاوز هذه الحداثة بقدر ما تهدف إلى إضفاء المعاني الغنية والشاملة على النظام السياسي للتحول الديمقراطي بصفته حلا بديلا، وترمي إلى تثمين روابطها الوثيقة مع الحرية. وبالتالي فمرافعاتي الأخيرة هذه تسرد للعيان مرة أخرى أنها بمجملها متكاملة ومتممة لبعضها بعضا. كنت ذكرت أن المحاكمة الأولى في إيميرالي كانت لعبة استعراضية، وبالفعل لم تكن الشروط حينها مناسبة للقيام بدفاع قانوني، بل كان كل شيء مخططا مسبقا وبأدق التفاصيل. كان كل شيء مرتبا وفق المخطوط المرسوم، بدءا من يوم إصدار القرار إلى موطن رئيس القضاء المعين ومزاياه، إلى المشاركين في سياق المحكمة، ومن فترة المحاكمة إلى كيفية استخدام الوسائل الإعلامية. كان قد تم الاتفاق في هذا الصدد مع أمريكا والاتحاد الأوروبي، وما كان يقع على عاتقي حيال هذا الواقع هو ألا أكون مدافعا قانونيا زائفا، وبالأصل لم يكن ثمة ما يسمى بالقانون. الوضع عينه كان ساريا على الاتحاد الأوروبي أيضا، فالمشكلة كلها كانت تتعلق بكيفية استثمارهم إياي ضمن إطار القضية الكردية. كان على كل شيء أن يخدم هذا الغرض.
وبالأصل فسياق كينيا من بدايته وحتى نهايته كان مجرد خرق لقوانين الاتحاد الأوروبي، بل وحتى قانون كينيا ونظام القانون التركي أيضا كانا قد اخترقا. أما الإبقاء على موضوع الإعدام قائما في الأجندة فكان متعلقا بالنتائج السياسية للدعوة. كانوا يزعمون أني خائف. من هنا كان التلويح الدائم بتهديدي بالإعدام سيكون مفيدا لهم. ما كان علي القيام به تجاه هذا الوضع هو تقديم مساهمة في المسار السياسي. لهذا السبب كانت ماهية الرسالة السياسية للمرافعات مهمة، فضلا عن أنه كان من الضروري البحث عن أجوبة جذرية للمغالطات الجدية التي قد تسفر عن نتائج وخيمة. هذا ما سعيت لفعله. كان هذا هو الأساس الذي استندت إليه الرؤية السائدة في كافة مرافعاتي في تلك المرحلة. بهذا المنوال فقط كان بالإمكان الإسهام في نضال الحرية وتخفيض نسبة احتمال التحول إلى أداة في هذه اللعبة إلى أدنى درجة. أعلنها صراحة، كنت بانتظار أن تحكم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية على اعتقالي بكونه منافيا للحقوق والقوانين، وهكذا كان بالإمكان أن تتولد الفرصة لمحاكمة عادلة، لكن هذا الحكم لم يصدر، فكان ذلك دليلا صارخا على الإجحاف. وما تبقى من الأمر تجسد في الاضطرار للقول بعدم عدالة المحاكمة. وبالأصل فكل شيء جرى كاستعراض علني، وبعد انتظار طويل من الأمل بمحاكمة عادلة بتنا أمام فضيحة قانونية منبثقة من أحشاء تلك الصفقات الشنيعة التي أعقبت اللقاءات المطولة والأحادية الجانب بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية. فمقابل التنازلات السياسية التي انتزعها الاتحاد الأوروبي من تركيا خلال تلك اللقاءات، ومثلما حصل سابقا أيضا، فقد قامت المحكمتان الجنائيتان 11 في أنقرة و13 في اسطنبول، واللتان هما من بقايا محاكم أمن الدولة، بإصدار الحكم على الملفات المعدلة في عشرات من بنودها بما يخالف القانون. وهكذا حصل الوفاق مع اللجنة الوزارية للاتحاد الأوروبي على هذا الأساس، فأعيدت الملفات ثانية إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، ولا يزال الجميع ينتظر بفارغ الصبر موقف محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إزاء قرارها في المحاكمة العادلة. هكذا أفرغت جهودي من محتواها حينما كنت أتأهب للقيام بدفاع قانوني أساسي خلال مرحلة إعادة المحاكمة، لذلك لم تتعدى المحاكمة القانونية كونها استعراضا. الأمر المستوعب بشكل أفضل في هذه المرحلة هو أن أمريكا والاتحاد الأوروبي والجمهورية التركية كانوا على تواصل كثيف وبحث فيما بينهم عن وفاق يتعلق بي وبباكاكا وبعموم القضية الكردية. فبينما قررت أمريكا والاتحاد الأوروبي تصفية القضية الكردية في تركيا مقابل تقديم التنازلات الاقتصادية الواسعة، فقد أصرا من جانب آخر على الدعم التركي المشروط لتأسيس الدولة الفيدرالية الكردية في العراق. ومع مرور كل يوم يتضح بصورة أفضل أنه ثمة لقاءات مكوكية مركزة تجري بشأن ذلك. وبينما سيرت هذه التنازلات والتوافقات علنا مع أمريكا، فقد كان أهمها متعلقا باعتقالي وبالإبقاء علي محكوما بالإعدام بلا محاكمة، وبتصفية القضية الكردية في تركيا، وإعلان باكاكا تنظيما إرهابيا، في حين كان صندوق النقد الدولي وقبول تركيا لمعايير كوبنهاجن للاتحاد الأوروبي ستارا حسنا لهذا الوفاق القذر.